ازاي تبسط نفسك في فقوس باقل مجهود. يلا بينا. فقوس مركز من مراكز محافظة الشرقية ومعروف عن اهلها حسن الكرم والضيافة وبلد ال100 مليون توك توك. فانا النهارده هاخدكم جولة ليوم جميل في فقوس من غير ما ندفع اي فلوس بسبب كرم اهلها لما عرفونا اننا بنصور في المحافظات وجايين نصور في فقوس. اول حاجة عملناها رحنا نفطر عند مطعم المصري، وده اشهر مطعم للفطار في فقوس، وده الفرع اللي عند المحكمة، ومتميز جدا بطبق العدس بالزبدة بتاعه، والناس هناك محترمة جدا. اول ما عرفونا رحبوا بينا وجابوا لنا كل الفطار اللي عندهم، طبق فول وطبق فلافل وبطاطس وشيبسي وبطاطس مهروسة وشكشوكة وجبنة واومليت بالجبنة الرومي وعدس بالزبدة وسلطة. وبجد الفطار كان عالمي، الاومليت بالجبنة الرومي والعدس بالزبدة كانوا في حتة تانية خالص. انا مش بقول كده عشان هما ضيفونا والله، عشان فعلا احنا بندور على الاماكن المشهورة في كل بلد ومعروف انها حلوة باقتراحات اهل البلد نفسها. اهم حاجه في البلد كلها يا عم معز البصل. بصل بيت نار اديله خلاص. وبعد الفطار الجامد ده رحنا اتمشينا في اشهر شارع في فقوس اللي هو شارع الدروس، ورحنا عند حديث المدينة عشان نشرب احلى عصير قصب من عنده، والعصير بتاعه كان حلو قوي. بعد كده طلعنا على مركز شباب فقوس، واول ما دخلنا لقينا ناس بتلعب سله، قلنا ليه لا نستعرض مهاراتنا عليهم انا ومعاذ. عايزين نلعب بقى معاك. ايش تعالى اتفضل. يلا يا باشا. معاذ روح الفرقه دي وانا هروح مع الناس دي. قشطه. بعد كده رحنا بودي بارك اللي في نفس مركز الشباب عشان نلعب العربيات وندخل في بعض شوية، وبجد اتبسطنا جدا في اللعبة. وجنب مركز الشباب مكان اسمه ووتر فالي، عبارة عن حمام سباحة وقعدة حلوة وكافيه. جبنا بقى ايس كريم من بولا وبسكوتة وطلعنا قعدنا فوق، والقعدة فوق رايقة قوي ورسومات الجرافت هناك تحفة. تاكل بقى الايس كريم بتاعك على فيو حمام السباحة وتعيش الاجواء على الاخر. وحابب اشكر احمد جدا، ما سابناش خالص ومرضيش يخلينا نحاسب على اي حاجه من اللي عملناها. بعد كده طلعنا على موقف الصالحيه الجديد عشان نروح واحد زايد البدويه موجوده جنب مصنع السكر، واول ما بتوصل بتلاقي الشاي البدوي في انتظارك، وكمان بيوزعوه على كل الناس اللي بتعدي على الطريق. الاجواء هناك في الواحه عالميه، وعشان تعيش الاجواء اكتر ممكن تلبس لبس بدوي وتتصور بيه صور جامده جدا. حياك الله معاذ. حياك الله. حياك الله. الله يحييك ويبقيك، ودي مصلحة. الله يحييك. تفضل تفضل. الله يحييك. واول حاجه جابوا لنا عصير ليمون نعناع تصبيره كده قبل الاكل، ودخلنا مخصوص عشان نشوف الطواجن وهي بتتعمل، وشكلها كان يفتح النفس الصراحه. المكان جميل جدا وعندهم كذا قعده وكلهم احلى من بعض، وعندهم كمان مكان مخصص للاطفال يلعبوا فيه. نيجي بقى للاكل وحلاوه الاكل، نزلوا لنا صينيه فيها كل حاجه نفسك فيها، حمام وكباب وكفته وطرب وشيش ومندي، وكمان مبكبكه وطاجن بطاطس وطاجن باميه وموزه ضاني وشغل فاخر من الاخر. وكمان الملوخيه هناك بتتعامل معامله خاصه جدا. وكان معاه في الطلعة دي صديق الأكيل معاذ، وصديق اللي أكلته ضعيفة مازن، بس الصراحة في الأكلة دي أداؤه اتحسن كتير. ودي كانت طريقة معاذ وهو بياكل الطرب، والصراحة الأكل كله كان حلو قوي واتبسطنا جدا، وشكر خاص لواحد زايد على حسن الكرم والضيافة. وبعد الأكلة الجامدة دي حلينا بكنافة وبسبوسة عليها آيس كريم مع الشاي البدوي، كانت رهيبة. وختمنا يومنا بدومنا وقعدنا نرقص للصبح، وبكده نكون قضينا يوم جميل في فقوس. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي. قلبي الهوى
كله. ده معاذ.